السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصدقائنا؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم جميل مراد، وفيديو جديد هقول لك فيه ازاي تقدر تنزل قناة الجزائرية الارضية اللي هتذيع جميع مباريات كاس افريقيا المجانية على النايل سات. هقول لك دلوقتي بالخطوات ازاي تقدر تنزل قناة الجزائرية الارضية او القناة الجزائرية الاولى. القناة دي هي اللي هتذيع مباريات كاس افريقيا وهتذيع مباريات المنتخب المصري. هي دي القناة المجانية الوحيدة على النايل سات. هقولك ازاي تقدر تنزلها وازاي تفك التشفير وتتابع جميع مباريات كاس افريقيا، وبالتوفيق لمنتخبنا المنتخب المصري في البطولة. طيب، اهم حاجة يكون عندنا ريسيفر اتش دي. تمام، يكون عندك ريسيفر اتش دي عشان تقدر تنزل القناة بكل سهولة. هنخش على كلمة منيو في الريموت اللي هي دي اهو. هنضغط هنا هتظهر معانا القائمة دي، ونروح على كلمة التركيب، نروح عليها ونضغط على هي دي اهم حاجه عندي اللي هننزل عن طريقها القناه. هتلاقي اول اختيار عندي ضبط الهوائي، قائمه الاقمار الصناعيه، قائمه الترددات. هي دي اللي احنا عايزينها. نروح على قائمه الترددات ونضغط اوكي. ندوس بعد ما ندوس اوكي. التردد الخاص بتاعنا بالقناه هو 11680. طبعا انا نزلته بس هشرح لك دلوقتي ازاي تقدر تنزله عشان الناس بالخطوات تنزل القناه. لو جينا بصينا تحت هنا هنلاقي بحث بلون، وشطب بلون، وتحرير بلون، واضافه بلون، وهنا الاقمار اللي هو السات. نفس الالوان دي هي نفس الالوان الموجوده في الريموت. دي اللي احنا هنستخدمها النهارده عشان خاطر نضيف القناه او نضيف اي قناه. هندوس على كلمه اضافه، هو ده اللون الاحمر، نفس اللون اللي موجود معانا في الريسيفر. نضغط على كلمه اضافه هتظهر معانا القائمه دي. هنروح على التردد وهندوس 11680 عشان ننزل القناة. 11 وهنا 680، وننزل تحت معدل الترميز هنخليه 27500، وتحت الاستقطاب هنخليه عمودي. يبقى احنا كده حطينا التردد بتاع القناة. تمام، وهندوس على كلمة اضافة. احنا كده بننزل لسه القناة، ونضغط على كلمة اضافة اللي هي برضو، او ندوس على كلمة اوكي. هتلاقي مكتوب عندي هنا مرسل موجود بالفعل. طيب كده انا القناة عندي موجودة. لو مش موجودة هتنزل عندك التردد اللي احنا عايزينه. احنا كده بالخطوات واحدة واحدة. نجيب التردد اللي احنا عايزينه اللي هو 11680 عشان ننزله كده واحدة واحدة اهو. ده التردد اللي احنا عايزينه الخاص بقنوات الجزائرية الأرضية أو قناة الجزائر الأرضية المجانية. طيب هنضغط عليها كلمة أوكي. هتلاقي علامة صح ظهرت هنا. تمام، ونيجي تحت خالص هنا هتلاقي كلمة بحث باللون الأزرق اللي هو اللون ده في الريموت. نضغط عليه. الناس تركز، هي دي الخطوات الصحيحة. هندوس بحث هتلاقي مكتوب أفق الاستقطاب، غلق بحث عن الشبكة نخليها غلق، جميع نوع القناة، المسح اليدوي. هندوس على جميع وندوس على اوكي اهو، ونستنى لحد ما يحمل القنوات. كده بالفعل نزل القنوات اللي احنا محتاجينها. بيقول لك هنا حفظ نتيجة البحث. انت هتقول له نعم على اوكي. هنا حفظ البيانات. هتظهر معايا هنا القناة اهو، الجزائر ارضي، قناة مشفرة. يبقى احنا كده اول خطوة اللي هي خطوة تنزيل القناة. يبقى احنا كده نزلنا القناة. تمام، عايزين بقى نفك التشفير بتاعها او نخلي القناة تفتح. هقول لك دلوقتي ازاي تخلي القناة تفتح. تمام، اهم حاجة لو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا احنا، قناة جميل مراد. تنزل تشترك في القناة دلوقتي قبل اي حاجة، وتعمل لايك عشان غيرك يستفيد بالمعلومة والفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. نرجع بقى لموضوعنا. هنا بقول لك قناة مشفرة. هنروح على القايمة اوكي ونضغط عليها. هتظهر معانا القائمة دي. طبعا انا عندي مرتب القنوات دي. لو عندك اي سؤال بخصوص ترتيب القنوات او اي حاجة سيب لي فيه التعليق، وانا هقولك ازاي تقدر ترتب القناة او انزل لك ملف. هتلاقي هنا عندي الجزائر ارضي وعليها علامة صفرة كده. يبقى كده العلامة دي خاصة ان القناة مشفرة. طب مشفرة دي مش تشتغل؟ لا تشتغل. هقولك دلوقتي تعمل ايه. هحط لك دلوقتي رمز التشفير وهنفتح القناة مع بعض. لو جينا تحت هنا هنلاقي مجموعة باللون الازرق، وهنا الحروف وجد ترتيب بيس. دي شفرة البيس اللي احنا محتاجينها على
رمز 0 او رقم 0 المفضلة قمر صناعي. هنعمل ايه واحنا معلمين على القناة؟ زي ما احنا هنيجي على رقم 0 ونضغط، هتظهر معانا القائمة دي. هتلاقي نفس العلامة عندك هنا شطب، نفس العلامة عندي هنا اهو في الريموت. هنضغط هنا كده، انا بمسح الموجود. اهم خطوة دي والناس ركز معايا، هنحط 11 4 صفار 11 8 صفار 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. بعد ما حطينا الشفرة دي من اول تاني 11 4 صفار 11 8 صفار، دي شفرة فك القناة. هنلاقي كلمة تأكيد هنا اهي، وهنلاقي شطب. هنلاقي كلمة تأكيد عندي في الريموت، هنضغط عليها وهننتظر ثواني. هتلاقي القناة زي ما انت شايف اهو فتحت معاك، وفتح كمان في قناة، بس هي الإشارة سيئة فعلا محتاجة تتظبط. زي ما انت شايف اهو فتحت معايا القناة، وطي الصوت عشان هقول بس. وجايبة كمان مباراة اهو، وبتذيع المباريات كده. دي المباراة الافتتاحية النهاردة. بكرة ان شاء الله مباراة مصر هتتذاع على القناة الجزائرية الأرضية، وهتذيع جميع مباريات كاس أفريقيا بالمجان، ما فيهاش اي رسوم. تقدر تذيع جميع مباريات كاس افريقيا المجانيه على النايل سات. ما تنساش لو انت ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وغيرك يستفيد بالمعلومه. اهي ده اللوجو الخاص بالقناه عشان الناس برضو تبقى عامله حسابها اهو. وكمان دي مجموع قنوات، كلها قنوات رياضه انا منزلها. انا بس محتاج ان انا اظبط الاشاره، وان شاء الله هظبط الاشاره وهنتابع جميع مباريات كاس افريقيا. وهي دي القناه على فكره اللي هتذيع مباريات مصر في كاس افريقيا ان شاء الله. هتذيع جميع مباريات المنتخب المصري. طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري في البطوله، وان شاء الله البطوله غايبه عن مصر. طبعا المنتخب المصري هو اكبر عدد من البطولات حائز عليها المنتخب المصري. هو المنتخب الوحيد الحائز على 7 بطولات. وبنتمنى ان احنا نشوف الاشاره هي اتظبطت يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. قناه الجزائريه هنا مباشر كمان اهو بتذيع مباراه. هي اكبر، المنتخب المصري ان شاء الله هو اكبر منتخب حائز على البطوله، ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري في البطوله، ونشوف ان شاء الله حامل اللقب للمره ال8. ونتمنى التوفيق لنجمنا الكبير مو صلاح. ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه، واستمرار في القناه. كان معكم جميل مراد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.